تعالوا نشاهد صلاة الغطس بدون قارورة الأكسجين، صلاة الغطس وصلاة الذين يصلون المصطفين لا يريدون أن يبرحوا الشاطئ ولا أن يذهبوا بعيدا عن الشاطئ، ويريدون أن يؤدوا الصلاة. فما رأيك في هذه الصلاة؟ انظر، هذا يصلي في البحر، واحد جه كمان اهو جنبه اهو ودخل بينه بيصلي جماعة معه ولا ايه؟ لا مش بيصلي جماعة، وقف يصلي بجواره، اقتدى به وعمل زيه وصلى ورأسه في الماء، يعني يصلي ويضع رأسه في الماء. ما هذا؟ ما يعني سبحان الله. يعني أيضا انظر وكاتبين تحتي إلا صلاتي ما أخليها الصلاة البر مائية. هذا يصلي في البسين، يعني في عمق البسين بالفعل، يعني ويصلي بهذه الهيئة، يعني بدون تيشيرت ويلبس الشورت اللي هو لباس البحر. يعني لا أدري يعني ما هذا في الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. مع طبعا دخول فصل الصيف والذهاب للشواطئ يعني ففعل هؤلاء المصطفين الذين شاهدناهم، يعني أكثر من مشهد وأكثر من مقطع متداول على الإنترنت وعلى وسائل التواصل لمصطفين يصلون في داخل المياه. يعني لا أقول يصلون على الشاطئ أو على الرمال، أو يصلون يسجد في الرمال. يعني أنا لا أدري ما الضرورة لهذا. يعني خلاص أنت يعني لا تستطيع الخروج من الماء، يا أخي أخرج. هل أنت لا تخرج من الماء أبدا ومحرم عليك أو ممنوع من الخروج من الماء، أو إذا خرجت من الماء ستموت مثل السمك؟ شيء غريب. يعني لا أقول لك اذهب إلى الفندق أو اذهب إلى منزلك أو كذا، لا، أخرج على الشاطئ وصلي. أخرج على الشاطئ وخد لك ساتر كده وصلي. يعني ما هذه البدعة؟ هذه بدعة. يعني مثل هذا لا يكون إلا للضرورة، أنك في وسط البحر أو أنك تسبح في وسط البحر وتعالج الأمواج وكذا، ولا تستطيع الوصول إلا إذا فاتتك الصلاة وقلت أصلي، يعني لن نمنعك، لكن أنت أمامك الفرصة. طيب بلاش، أنت الأمر أوسع من ذلك. الأمر أوسع من ذلك. إذا كنت تريد أن تدرك الظهر قبل العصر، يمكنك حينما تذهب إلى بيتك أو إلى الفندق للاستراحة أن تجمع بين الظهر والعصر. وإذا كنت مسافرا وأكثرهم مسافرون، يمكنك أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بالشروط التي تأخذ بها وتتبع فيها من تتبعه في قصر الصلاة. وإذا كنت تريد أن تدرك المغرب، طبعا يعني في المغرب وما إلى ذلك لا يكون في البحر، يعني في الظلام، فتجمع بين المغرب والعشاء في الفندق. يبقى إذن أنت لا يكون إلا إذا كان يعني إيه يريد أن يدرك العصر. يريد أن يدرك العصر، أخرج من الماء واذهب إلى الشاطئ على الرمال في أي مكان محترم. وبعدين أين الهيئة؟ أنت تقف أمام الله عز وجل، أنت تقف أمام الله. الضرورة لا أحكام، فما الضرورة أن تقف بهذه الهيئة يعني بدون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى، وقالوا نهي كراهة أن يصلي وليس على عاتقيه شيء. يعني حتى اختلفوا في أنه يصلي بالفانيلا الحمالات، فقالوا لازم يبقى لابس فانيلا نص كم يعني على الأقل، إنما فانيلا حمالات يبقى كأنه بيصلي وليس على عاتقيه شيء. فما بالك إن هو بيصلي كمان ولابس شورت وفخذاه ظاهرتان يعني ليست هذه هيئة الستر المناسب للصلاة، ولا هيئة توقير الصلاة. فنسأل الله تعالى الهداية. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.